السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طبق ديال اللحم بالملوخيه اللي كيجي لذيذ جدا. بالنسبه للمكونات عندي هنايا اللحم اللي كيبقى على حسب عدد الافراد ديال الاسره. نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، 3 ديال الفصيصين ديال الثومه دقيتهم مع الملحه، بصله مشلض رقيق، مطيشه محكوكه، شويه ديال الربيع يعني القزبر معدنوس مكرطين، نص كاس وافي ديال زيت الزيتون وزيت المائده، وشويه ديال الماء. كنوضعوا كلشي فوق النار، كنقليو هاد اللحمه مزيان مزيان حتى تشرب لينا هذوك التوابل. من بعد كنروي بالماء يكون غليان، الماء الكافي اللي غادي يطيب لينا هاد اللحمه. من بعد كنقفل على الكوكوط وكنخليها في الاول كتكون العافيه مجهده، غير تبدا تصفر كنقص عليها وكنخليها طيب على المهل، يعني المده الكافيه اللي كيطيب لينا اللحم. انا خدات لي هنايا 55 دقيقه. خديت الملوخيه غسلتها مزيان مزيان، من بعد خديت واحد الموس وبديت نجرها كيف كتشوفوا في الصوره. كنظن كتعبر اكثر. كنحيدوا هذوك الشوك اللي كيكونوا فيها وكنحيدوا داك الطريبيش. غنقي معكم شي 2 ولا 3 بالنسبه للمبتدئات. صافي كنبقاو هكا حتى نسالي، ومن بعد كنضيف الملحه، شويه ديال الملحه، وكنحكها مزيان بين يدي. ومن بعد كنصفيها فشي صفايه وكنشللها بالماء وكنخليها تستقطر. منين طابت ليا اللحمه، شوفوا المرقه خاتره، صافي كنضيف الملوخيه وكنخليها طيب، يعني ما كنفوتوهاش 10 دقائق على عافيه مهيله. وها هي واجده. كنتمنى انكم تجربوه، فعلا كيصح التجربه لانه كيجي لذيذ جدا. السلام عليكم ورحمه الله.